النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا أطرى وأخف كيكة ممكن تجربوها. كيكة الحليب التركية أو السريليتشا كيك، ولكن الكيكة هغيرها وأعملها أنا على طريقتي علشان أطلعها لكم أخف كيكة ممكن تاكلوها. من أكتر الأوردرات أو من أكتر الحلويات اللي كنت ببيعها، وكانت الناس بتحبها جدا من كتر جمالها. ما كانوش بيطلبوا واحدة، كانوا بيطلبوا قدها 10. طيب تمام، خلينا نبتدي الأول في الكيكة. أنا هستخدم 4 بيضات يكونوا كبار، لو مستخدمينهم صغيرين زي ما أنا مستخدمة كده يفضل نحط 5 بيضات، والبيض يكون بحرارة المطبخ. بعد كده هزود 3/4 كوباية من السكر الأبيض الناعم، ممكن نستخدم بودرة برضو، ومعلقة ممسوحة من المحسن الجل. الوصفة الأساسية ما فيهاش محسن، ولكن علشان أضمن إن الكيكة تطلع خفيفة جدا جدا، وانا كندا انا بستخدم الكيكه دي دايما وبعملها بالمحسن الجل لو بطلعها في اوردر. اما لو بعملها في البيت وكده فبعملها بالطريقه الاصليه بتاعتها. بنستخدم المضرب الكهربائي في خفقها علشان يوصل الخليط لنفس الشكل ده، اكننا بنعمل سبونج كيك. ما ينفعش نعملها في الكبه ولا بالهاند بلندر ولا بالخلاط، ما ينفعش اي حاجه غير المضرب الكهربائي. بعد ما يوصل الخليط لنفس الشكل ده هزود 4 معالق كبار من الزيت، لكن بالتدريج علشان خاطر الخليط يتقلب كويس. تمام، احنا ممكن ما نضيفش زيت خالص، هو هنكتفي بس بالمحسن، بيطلع الكيكه طريه جدا. بعد كده هضيف الفانيليا السائله. انا ما ضفتش اي نكهه فانيليا مع البيض وهو بينضرب في الاول، علشان نكهه الفانيليا ما تطرش وتفضل محتفظة بنكهتها عشان زفارة البيض. المكونات الجافة عبارة عن 200 جرام من الدقيق، يعني حوالي 1.5 كوباية من الدقيق، ورشة ملح، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنقلب المكونات دي مع بعض. هي دي المكونات الجافة. بناخد المكونات الجافة وبنحطها على خليط البيض، بس في الأول بنعديها على مصفى أو بننخلها علشان التكتلات اللي موجودة في الدقيق، ويفضل ان احنا ننخل الدقيق مرة أو 2 علشان ندخل فيه كمية حلوة من الهواء. وبنقلبها بالمضرب زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هزود باقي الكمية عادي لحد ما الكمية تخلص. وآخر حاجة هضيف المية. احنا في يعني طريقة تانية ممكن نعملها، نحط كل المكونات في الأول كده مع بعضها ونخفق لحد ما الخليط يظهر معاكم بنفس الشكل ده اللي هو لونه أبيض. بعد ما ضفت المكونات الجافة الأخيرة هزود 85 جرام من المية، يعني حوالي نص كوباية كده من المية، وهنقلب المكونات. بنضيفها في الآخر علشان خاطر تعمل موازنة في القوام كده، والقوام يكون مظبوط وما يكلكعش معانا. شوفولي كده قوام الخليط عامل ازاي، بيكون تقيل مش خفيف قوي ولا سميك قوي، بيكون وسط كده. لو سائل معاكوا يبقى بنسبة 100% المحسن اللي انتوا مستخدمينه بايظ. بالنسبة للقوالب اللي هستخدمها، انا هستخدم ألومنيوم فويل اللي هو حراري، بيخش الفرن مش بينحرق، مش بيحصل له اي حاجة. ممكن تستخدموا اي صواني بايركس ولو هتعملوها ليكوا، او اي صواني ألومنيوم عندكم. انا هستخدم العلب دي وهدهنها الاول زيت علشان خاطر الكيكة ما تلزقش او ما تنحرقش فيها. وبعد كده هزود نص الخليط بقى، يعني هوزع الخليط اللي عملناه ده على ال4 علب دول، مع كمان علبتين صغيرين. بعد كده هساوي سطح الخليط بالمعلقة علشان كلها تطلع متساوية، ما تكونش حتة طالعة من يمة وواطية من يمة، تكون مظبوطة يعني. وبنخبطها خبطتين كده وبنحطها في صينية كبيرة مستطيلة تاخد القوالب كلها. وندخل بقى القوالب دي على فرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق، يعني فرن سخن على حرارة 180 30 دقيقة بالظبط وهتكون جاهزة. لو زودت المدة هتنحرق معاكم وهتنشف، ولو قللتوها هتطلع معاكم مش مستوية وهتكون طرية جدا. 30 دقيقة وهي طلعت معايا وبقت جاهزة. والحرارة ما تكونش هادية قوي لا تنشف ولا عالية علشان تنحرق. اول ما بتطلع كده بنخرمها بالستيكس او بخلة الاسنان. دلوقتي بقى هنحضر خليط الحليب، عبارة عن حليب وسكر. السكر حطوه على حسب رغبتكم، وبالنسبة للحليب انا استخدمت 2 كوبايتين للعلب دي كلها. بعد كده هنحضر صوص الكراميل او صوص التوفي. هنستخدم كوباية كبيرة من الحليب، عليها معلقتين كبار من النشا، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. ده اسهل طريقة لصوص التوفي، او ده بديل كريمة الطهي اللي بنستخدمها للحليب. هنسخن الخليط ده بقى على نار علشان لما نيجي نزوده على السكر ما يكلكحش وما يتحجرش معاكم، فيكون الخليط سخن.
بعد كده هنستخدم طاسة ونحط فيها كوباية من السكر. في الأول تكون النار عالية، وأول ما يبدأ الجوانب في الاحمرار كده أو اللون الذهبي يظهر، بنهدي النار بقى للوسط أو تحت الوسط، وما نقلبش السكر في الأول خالص. أول ما يبدأ يدوب بنبدأ إن احنا نقلبه كده بالمعلقة الخشب لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده بنزود الحليب السخن، وده مستحيل إن هو يكلكع معاكم طالما الحليب سخن. ما هو لو السكر سخن ونزل عليه خليط ساقع طبيعي ان هو يكون محجر معاكو ويحصل كده يعني اصطدام. خطوة مهمة جدا، نفضل نقلب في الخليط واحنا بنشتغل لحد ما نضيف باقي كمية السوائل كلها، وبعدها بنقلبها دقيقة كمان او 2 ونطفي النار، علشان لو فضلنا نقلب كتير لحد ما الخليط يربط معاكو هتمرر صوص الكراميل، هتلاقوه مرر معاكو كده ومش حلو. عشان بقى نخلي طعمه غني وجميل جدا بنزود مكعب كده من الزبدة وبندوبه ده كله والنار مطفية. بعد كده بصفيه علشان اطلع التكتلات اللي فيه الزيادة، وبنسيبه على رخامة المطبخ كده ياخد درجة حرارة المطبخ. بعد كده بندخله بقى التلاجة لحد ما يكون سميك. هنحضر الكريمة، كوباية كبيرة من الكريمة، كوباية من السكر، كوبايتين من المية المتلجة. ممكن نزود حليب بدل المية لو حبينها تكون غنية، بس علشان ما تكلفش اكتر زودوا مية. وبنخفقها كده بالمضرب الكهربائي لحد ما الخليط يكون سميك معاك، وما ينفعش نستخدم خلاط ولا مضرب يدوي. والكريمة علشان تطلع معاكو متماسكة ومش واخدة شكل الاستيك او مطة كده او سائلة معاكو، تستخدموا نوع كريمة خام كويسة جدا وهتطلع معاكو حلوة. انا بستخدم دريم او ريتش المتحدة او المتحدة، ال3 انواع دول جمال جدا جدا في الاستخدام. شوفوا بقى صوص الكراميل بعد ما حطيته في التلاجة حوالي ساعة بقى جميل جدا. بحط الكريمة في كيس حلواني، او ممكن ما تحطهاش في كيس حلواني وتفردوها كده بالمعلقة بس علشان نطلع الحاجة شكلها حلو يعني منتظمة كده. لازم نحطها في كيس حلواني، مش لازم يعني، احنا ممكن نفردها بالمعلقة. بعد كده هفردها بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده، او ممكن نستخدم السكرابر اللي بنستخدمه في تزيين الطرد. لو مش متوفر عندكم يبقى خلاص، بس علشان الحاجة تطلع معاكم ملساء وتكون سطحها املس كده مفيهوش تعرجات لا طالعه ولا نازله، انا بفضل ما بين كل خطوه والتانيه ادخلها التلاجة علشان لما اضيف صوص الكراميل ما يسحش على الكريمه ويبوظ الشكل، وخصوصا لو احنا في الصيف. فضيفوا الكريمه وبعد كده دخلوها التلاجة نص ساعه، وبعد كده حطوا صوص الكراميل وزينوها بقى زي ما انتم شايفين كده. بنحطها في كيس حلواني قطعته قطعه صغيره كده، وبعد كده عملت خطوط ومشيت عليه بخلة الأسنان أو العود الخشبي اللي هو الشكل التقليدي لتريليتشا كيك. شوفولي بقى جمال الكيكة، من أكتر الكيكات الطرية واللي أنا بعشقها بصراحة. تاكلوا معلقة كده ورا التانية ورا التالتة لحد ما بتخلصوا العلبة، بجد رهيبة. لو طلعتوها اوردر الناس هيحبوها جدا جدا لأنها طرية. وغير كده كمان هي ما كلفتناش كتير ابدا، هما 62 جنيه يعني بدون العلب. وانا هكتب لكم التكاليف الكيك وكل حاجة في صندوق الوصف، وهكتب لكم المقادير بالكوب والجرام. لازم تجربوها. وبالنسبة للطلاب اللي هم حابين يساعدوا نفسهم وقت الدراسة ممكن تعملوها وتبيعوها لزمايلكم، رهيبة، لازم تجربوها. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.